لو جدول مواعيد مسلسلاتك في رمضان أطول من قائمة مشتريات السوبر ماركت، لو شاغل بالك بمصير الأبطال أكتر من صلاة التراويح، فمبروك، انت دخلت رسميا مرحلة التوهان الدرامي. فأهلا بيك في متلازمة سباق المسلسلات، يا مساء المواعيد اللي بتخبط في بعضها والسباق اللي ما بيخلص غير مع السحور. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج متلازمة رمضانية، معاكم شيرين الصاوي على احنا بتوع الراديو. عارفين طبعا ان كل عيلة مصرية أصيلة لازم يكون فيها خبير. لا مش قصدي خبير إسلام فوزي بتاع التحليلات، أنا قصدي خبير المسلسلات الشامل. الشخص ده بيبقى رادار بشري شغال 24 ساعة، حافظ المواعيد بالثانية، وعارف المسلسل ده بيتعاد الساعة كام بتوقيت القاهرة وتوقيت دبي وتوقيت المريخ لو لزم الأمر. تقعد جنبه تلاقيه فجأة بصلك وقال على فكرة الممثل ده هو اللي سرق الخزنة في راس الأفعى، والبطلة دي هتطلع أخت البطل في الحلقة 29، ويبوظ عليك المتعة ويحرق الأحداث، بس بيبهرك بذكائه الدرامي اللي ملوش كتالوج. الصبح تقولي نفسك النهاردة حلقة واحدة كفاية عشان ألحق التراويح واللمة، تيجي الساعة 8 بالليل تلاقي نفسك محاصر بين ونين سلكان والست موناليزا وإفراج، وتنهار العزيمة وتنسى الورد اليومي، وتفوق وانت بتدور على الحلقة المسربة على تيك توك الساعة 3 الفجر. الموضوع وما فيه إن أول ما تتر البداية يشتغل العقل بياخد إجازة، والمنطق بيقول إن حلقة واحدة مش هتضر، بس الحقيقة إن الحلقة بتجر حلقة، وبنغرق جوه أحداث الدراما، وبتنسى إن رمضان ده ضيف كريم بيخطف رجله ويمشي بسرعة. إزاي تكسب السباق الحقيقي؟ عشان ما تجيش يوم العيد وتلاقي نفسك حافظ 20 مسلسل ونسي طعم راحة البال، جرب الروشتة دي. مسلسل واحد، اختار أكتر عمل شدك بجد، والباقي خليه بعد رمضان على المنصات. المسلسلات مش هتطير، بس الروحانيات ممكن تفوتك. خلي الريموت يصوم معاك وقت التراويح، صدقني مش هيزعل. التراويح والتهجد خط أحمر، وقت التراويح الفيشة مفصولة، انزل الجامع وعيش الأجواء. النفحات دي غالية والمسلسلات بتتعاد، الخير أولى من الفرجة. لمة عيلة حقيقية، صدقة صغيرة، مكالمة تطمن بيها على حد، دي مشاهد أهم من أي نهاية مسلسل. في النهاية استمتعوا بالدراما واضحكوا وتسلوا، بس ما تخلوش السباق ده يسرق منكم أغلى 30 يوم في السنة. ودلوقتي بقى، مين خبير المسلسلات اللي عندكم في البيت وبيمسي عليكم بالمواعيد كل يوم؟ ومنشن لصاحبك اللي بيحرق لك الأحداث من أول حلقة. كنت معاكم شيرين الصاوي على احنا بتوع الراديو، واستنوني في متلازمة جديدة من برنامج متلازمة رمضانية.